الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. مساء الورد والفل والجمال على حضراتكم، كل جمهورنا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقة جديدة من فوتبول 360. أحمد السيد زيزو أخيرا يصل إلى النادي الأهلي بشكل رسمي. العقد مدته 4 سنوات، وزيزو في الطريق إلى ميامي من أجل التواجد مع بعثة النادي الأهلي. الخبر اللي زي النار في الهشيم من الساعة 4 تقريبا لحد النهاردة، كل هذا الكلام أصبح الأهلي بشكل رسمي بيعلن زيزو بالقميص الأحمر. زيزو ظهر في توقيت بالنسبة لجمهور الأهلي كان مناسب إلى حد كبير جدا للإعلان للذهاب للاحتفال طبعا بصفته واحدة من أهم الصفقات في التاريخ الحديث للنادي الأهلي. مهم نوضح جزئية معينة لها علاقة بالنادي الأهلي وجمهور الزمالك الغاضب من الإعلان في هذا التوقيت. يا جماعة، جمهور الزمالك وقضية زيزو والذهاب واتفق امتى وصور امتى واعلن امتى، كل هذا الكلام اوعد حضراتكم بنسبة 200% ان احنا هنقعد 5 سنين و10 سنين كل المنصات هتتبارز على انها تعمل دوكيومنتري له علاقة بهذا الملف. صفقة القرن، مش من الناحية الفنية بس، من كل حاجة. مضى امتى واتفق امتى وكان امتى وضحك على مين وقال لمين، كل الكلام ده هيناقش لاحقا. وبعد ما زيزو هيتكلم ويبقى في وجهة نظر اخرى كل حاجة هتبان. لكن دلوقتي المشهد بالنسبة لجمهور الاهلي مرعب. فيديو بيتصور يحصد على لحد اللحظة اللي احنا مع حضراتكم فيها على الهواء 15 مليون مشاهدة، مليون لايك على الفيسبوك. مش بس قوة جماهيرية، انت هنا بتترجم حاجة جديدة قد تكون لأول مرة بتحصل بهذا الشكل في مصر. اعلان تقديم زيزو موجود فيه 2 رعاة، ممثل عن احد البنوك واحد الابليكيشنز بخلاف الشركة المنتجة. الاهلي لمن في الملف ده حوالي 100 مليون جنيه. بنك دفع، ابليكيشن دفع، في تجربة تمثيلية زيزو هياخدها غير واضحة المعالم، مشهد جوه فيلم معين، دعاية لحاجة معينة دفع، برنامج تلفزيوني يظهر فيه زيزو دفع. حوالي 100 مليون جنيه لمهم النادي الأهلي بشكل اقتصادي بحت بمجرد الإعلان عن الصفقة. بالمناسبة، دراسة الحالة الاقتصادية كلها للأهلي على بعض ده موضوع، وقصة زيزو موضوع تاني، لأنه إذا كان الراتب كما يشاع 2 مليون دولار يتلموا. وكابتن الخطيب كان واضح في المؤتمر الصحفي الأخير لما قال الأهلي بيجيب فلوسه منين؟ رعاة الأهلي، شركاء الأهلي هم اللي بيدفعوا أمورنا أغلب الحاجات. فالكلام كان واضح إنه الأهلي قادر يستفيد بشكل اقتصادي من الحاجات اللي شبه دي. ممكن الأهلي يعاني في الصفقات، ده موضوع تاني. يعني ممكن يكون بيعاني لتوفير سيولة دولارية في بعض الصفقات اللي وقفت أو تعطلت أو خدت وقت لحد ما جت زي بن رمضان، ده موضوع تاني. بس القصة دي تحديدا الأهلي محقق استفادات لا أول لها ولا آخر.